سنجار. سيد الرئيس، نذبح تحت يافطة لا إله إلا الله. سيد الرئيس، لحد الآن 500 شاب ورجل يزيدي ذبحوا. السيدة النائبة، التزمي بالبيان الذي وافقت عليه. سيد الرئيس، نساؤنا تسبى وتباع في سوق الرق. رجاء اخوان سيدة النائبة، الآن هناك حملة إبادة جماعية على المكون اليزيدي. سيدة النائبة، نعم سيد الرئيس، أنا ملتزمة. رجاء سيد الرئيس، نعم. أهلي يذبحون كما ذبح كل العراقيين. ذبح الشيعة والسنة والمسيحيين والتركمان والشبك، واليوم يذبح اليزيديين. أخوان، نحن نريد بعيدا عن كل الخلافات السياسية، نريد تضامنا إنسانيا. أنا أتكلم هنا باسم الإنسانية. انقذونا 48 ساعة 30,000 عائلة محصورة في جبل سنجار بدون ماء بدون أكل، يموتون 70 طفل لحد الآن ماتوا من العطش والاختناق. 50 شيخ مات من الوضع المتردي. نساؤنا تسبى كجاريات وتباع في سوق الرق. سيد الرئيس، نطالب البرلمان العراقي بالتدخل الفوري لإنقاذ هذه المذبحة. 72 حملة إبادة جماعية على اليزيديين والآن تكرر في قرن 21. نذبح، نبيت، يباد دين كامل على وجه الأرض. أخوان، أنا أناشدكم باسم الإنسانية أن تنقذونا. سيد الرئيس، أريد. شكرا جزيلا. شكرا جناب النائب. السيد عباس البياتي. نادر وابكي. شكرا. البعض منا أصبح مع الأسف حاضنة لهذه المجاميع، البعض منا أصبح اللسان الناطق للدفاع عن هؤلاء بحجة الثوار. على أنقاض الدولة التي نعرفها وعلى أنقاض كل منجزات الحضارة الإنسانية في عدة قرون، يقيمون دولة يرونها في خيالهم ويدركون ويروجون أنها المثل الأعلى للدولة. هذه الشهادة الصادمة التي استمعنا إليها النائبة العراقية من الطائفة الأزيدية فيان دخيل، التي تشهد وتروي تفاصيل أصبحت متكررة في كافة وسائل الإعلام عما يمارس في دولة العراق: تهجير للمسيحيين ومصادرة لأموالهم، استهداف للطائفة الزيدية، مشاهد اليزيدية مشاهد تداولتها وسائل الإعلام لنساء يسبين ويسقن كالرقيق الذي انتهى فعليا من التاريخ. دولة لا توجد إلا في هذا الخيال. هل لها ما تستند إليه؟ الداعشيون أو دولة الإسلامية داعش في العراق والشام ترى أنها تحقق دولة الخلافة وأعلنت بالفعل عن هذه الدولة، ونفس الزعم والغاية والمثل الأعلى الذي تسعى إليه معظم الحركات الإسلامية على اختلافها من اليمين إلى اليسار: إقامة الخلافة. فما حقيقة هذه الفكرة في التاريخ الإسلامي وفي الفقه الإسلامي؟ هل وضع الإسلام نظاما إسلاميا للحكم علينا أن نسعى إليه؟ وهل ما استمعنا إليه يمثل الدولة في الإسلام؟ سؤال معقد الحقيقة، إن مجلة الثقافة الجديدة خصصت عددها الشهري المهم الحقيقة للإجابة ومحاولة الإجابة على هذا السؤال من خلال مجموعة من المقالات لعدد من الخبراء والمفكرين حوالين هذا الموضوع، وهو نفس الموضوع اللي بنثيره في هذا اللقاء. وبرحب بضيوفي، برحب بدكتور علي مبروك أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية الآداب جامعة القاهرة، واللي قدم حوارا طويلا حوالين هذا الموضوع في هذا العدد. برحب أيضا بالشاعر الأستاذ سمير درويش رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة. أستاذ سمير، طبعا أنا مش هسألك أنتوا اهتميتوا بهذا الموضوع ليه، لأنه يبدو أنه تحول لموضوع الساعة، هو الأصل. هل بالفعل هو المنطلق اللي كل الحركات الإسلامية بتسعى إليه، الخلافة الراشدة على منهج النبوة؟ ده اللي حضرتك الحجة اللي هتسمعها من داعش، وهتسمعها من الإخوان المسلمين، وهتسمعها من حزب التحرير، وهتسمعها من طالبان.
في الحقيقة انه زي ما حضرتك قلتي انه الموضوع مهم ليس في هذه اللحظة فقط، ولكن يمكن من اول تجليات الغضب العربي اللي بدأ في ديسمبر 2010 واستمر لحد هذه اللحظة ولم يصل إلى نتيجة في كل مظاهره وفي كل مشاهده في كل الدول العربية زي ما احنا شايفين. الفكرة ان احنا في مجلة الثقافة الجديدة عشان بنعمل كل عدد محور بيدور حواليه العدد، تنبهنا من بدري خالص لفكرة يعني هذا المد الإسلامي الذي يعني يحاول أن يحتل المشهد، يحاول أن يروج يعني عناوين كثيرة تبدو براقة من خارجها، ولكن إذا دخلت عميقا إليها ستكتشف أشياء أخرى. فأول عدد طلعناه مجلس التحرير الجديد اللي اشتغل في المجلة من أول عدد أكتوبر 2012. عملنا في هذا العدد، في عدد أكتوبر 2012 عملنا صالون حول فكرة مستقبل الثقافة مع الحكم الإسلامي. كان ساعتها الحكم الإسلامي أو جماعة الإخوان المسلمين متقدمة المشهد في مصر بشكل حديث، يعني بشكل جديد، وكان يبدو وقتها أنه الأمر ممكن يطول وممكن نستمر وممكن يمتد إلى دول الوطن العربي لفترات طويلة يعني. ثم بعد ذلك شاهدنا أنه الأزهر كمؤسسة دينية أيضا أصبح يعني يتداول أدوار له في الدستور القديم والدستور الجديد، فخصصنا عددا من المجلة الثقافة الجديدة عن الأزهر. يعني الأسئلة الحقيقة هي أسئلة مطروحة يمكن من بداية القرن الماضي. صحيح. في ناس اختلفوا فيها. صحيح. في ناس رأوها فرضوا جزء من الإسلام وحاولوا أن هم يبحثوا لها عن أصول، وفي ناس، ونتذكر جميعا العاصفة الكبيرة بعد كتاب علي عبد الرازق الشهير الإسلام وأصول الحكم، اللي أثبت فيه أن الخلافة ليست أصلا من أصول الحكم وهوجم. صحيح. يعني كتاب إيه اللي خلى القضية تعود؟ كتاب علي عبد اللي خلى القضية تعود انه يعني ما سمي بالربيع العربي اعاد طرح فكرة الجماعات الاسلامية والحكم الاسلامي من جديد، اخرج هذه الجماعات من عقالها ووفر لها مناخ لكي تتمدد فيه ولكي تخرج ولكي تخرج مجموعاتها المنظمة المسلحة المدربة، ولكي تحرك الاموال عبر العالم، عبر الحدود من دول إلى دول. وشاهدنا يعني كثيرا من هذه الحركات، والأهم أنه في ظني، والدكتور علي ممكن يقول ده أفضل، يعني أنه هناك غطاء دولي أو أنا أزعم أو أقرأ أنه يعني منذ بداية القرن العشرين والغرب عموما والاستعمار الغربي اللي كان انجلترا وفرنسا ثم اصبح امريكا وروسيا ثم اصبح امريكا فقط، يسعى من البداية لان يكون هناك تنظيمات إسلامية أو تنظيمات دينية أو حركات دينية في هذه المنطقة تاخد شكل الصدارة عشان تعطل فكرة المد الوطني جميل. اللي كان ممكن ظاهر. ده كله يكون مفهوم، لكن الفكرة اللي تظل جذابة للشارع العربي والإسلامي واللي بتتخفى وراها كل هذه التيارات أو بتسعى إليها هي فكرة إقامة الخلافة باعتبارها نموذج الحكم الإسلامي. ببساطة دكتور، هل في نموذج للحكم الإسلامي؟ هل الإسلام كدين ودولة، ودي نقطة خلاف بين الكثير من التيارات الفكرية، هل حدد نظام للحكم؟ على الإطلاق الإسلام لم يحدد يعني شكلا معينا للحكم باعتباره هو الشكل الذي يعني ننظر إليه باعتباره فرضا من فروض الدين. وفي الحقيقة قضية السياسة في الإسلام يعني المحير في هذه المسائل زي ما تفضلت حضرتك، إنه من يعتبرون الخلافة الآن أصلا من الأصول التي ينبغي أن يحارب المسلم من أجل تحقيقها ومن أجل استعادتها، ينسون أنهم بوضع الخلافة كأصل من أصول الدين هم يتماهون مع الشيعة تماما، باعتبار أنه الفاصل الكبير بين السنة والشيعة هو أنه الشيعة يعتبروا الإمامة أصلا من أصول الإيمان. ينبغي أن يؤمن المرء بالإمامة كأصل من أصول دين، يعني أركان الإيمان ليست فقط هي الأركان الخمسة التي نعرفها، وإنما يضاف إليها ركن سادس هو ركن الإمام. خلينا نقول أستاذة منى منذ البداية أنه الإسلام ما عندوش قول ديني في الدولة. أنتم أدرى بشؤون الدين. ما عندوش قول ديني في السياسة.
الإسلام عنده تجربة تاريخية في السياسة. هذه التجربة التاريخية كانت تجربة مفتوحة، وتجربة تأثر فيها الإسلام بتجارب سياسية مختلفة عند الفرس وعند غير الفرس. الفرس تحديدا مارسوا تأثير أخذوا عنهم كبير، نظام الدولة، تأثير كبير يعني على الممارسة السياسية في الإسلام. اسمحي لي أقول إنه الإسلام في الحقيقة ما كانش لازم يعمل، يعني ما عملش دولة ليه أو ما فرضش دولة ليه، لأنه اللي يقرأ الوضع في شبه الجزيرة العربية في لحظة بعثة الإسلام يدرك أن الجزيرة العربية لم تكن في حاجة إلى الدولة بقدر ما كانت في حاجة إلى توفير شروط الاجتماع الأهلي التي تؤهل ظهور الدولة بعد كده. الدولة هي الأداة التي ندبر بها سياسيا الشأن السياسي في مجتمع مستقر بالفعل، مجتمع يعني تعاقد أفراده بشكل تعاقدي أو إلى آخره، إلى آخر التجارب التاريخية اللي احنا عارفينها في نشأة الدولة. الجزيرة العربية لا يمكن النظر إليها على أنها كانت تعيش حالة من حالات الاجتماع السياسي الذي يعني النقطة اللي حضرتك ذكرتها أنه لم يوجد شكل من أشكال النظام السياسي. الإسلام استفاد من الدول التي فتحتها، أو الحكومات الإسلامية استفادت من الدول التي فتحتها واكتسبت تاريخيا. لماذا بقيت فكرة الخلافة فكرة جذابة في الوجدان الإسلامي، رغم أننا لو عدنا للتاريخ وبحثنا عن نماذج نطبق فيها ان الخلافه كانت فيها تقدم نموذج الدوله والراشده، ممكن يعني بعض حتى لما بحث ما لقاش غير نموذج عمر بن عبد العزيز. يعني الفكره بتظل طبعا تشغل المخيال، لانه يعني بالمناسبه احنا كتير لا ندرس الظواهر في تراثنا دراسه تاريخيه بقدر ما بنظل يعني نطفي هالة من القداسة والتبجيل حول ظواهر يعني وتظل هذه الظواهر نتصور أنه الخلاص في هذه الظواهر بشكل أساسي. لكن على أي حال الخلافة استدعائها في اللحظة الراهنة مرتبط ببروز ظاهرة الإسلام السياسي. ظاهرة الإسلام السياسي لكي نكون يعني محددين ودقيقين ظاهرة حديثة لا يمكن فهمها خارج إطار العصر الحديث، وهذه الظاهرة في الحقيقة في تحليلها الفكري والتاريخي بيثبت أنها يعني جاءت للعالم العربي من خارجه مش من داخله. صحيح. حضرتك تقدري تعرفي أنه تجربة العرب مع الحداثة في بداية القرن 19 لما تقري المفكرين العرب في بداية القرن 19 زي الطهطاوي في مصر أو خير الدين باشا التونسي في تونس، كانوا مفتوحين تماما على التجارب الحديثة، وكانوا بيتصوروا إمكانية التونسي تحديدا تكلم عن إمكانية تفعيل التنظيمات القائمة في البلدان الأوروبية في العالم في البحث عن أصول في الإسلام. يعني كان دايما هاجس البحث بالأصول في الإسلام للمنتجات الحضارية. فكرة قراءة التطابق بين أصول الإسلام وبين أصول التمدن الحديث. جميل. يعني فكرة الشورى مع الديمقراطية وفكرة لكن لازم ناخد بالنا هنا من شيء مهم جدا، لأنه واحد زي رشيد رضا مثلا في بداية القرن العشرين، رشيد رضا عندما سمع كثيرين من المسلمين يتحدثون عن انه الديمقراطيه، النظم الديمقراطيه والنظم الدستوريه، نظم الحكم الدستوري اللي بتعرفها اوروبا دي نظم اسلاميه، رد عليهم ردا جريئا. قال ببساطه كده: لولا ان اوروبا هي التي صنعت هذه الظواهر السياسيه وتعرفنا على هذه الظواهر السياسيه عند الاوروبيين ونقلناها من عند الأوروبيين وسعينا إلى إلباسها لباسا إسلاميا، لكن لولا الأوروبيين ما كنا عرفنا ذلك. ويضرب أمثلة، يقول لك شوف إخواننا في المغرب مثلا يقرؤون عندنا سورة في القرآن اسمها سورة الشورى، يقرؤون سورة الشورى صباح مساء، ومع ذلك فإنه الاستبداد قائم ومهيمن ولم يتحرك كان بيضرب المثل بالمكان الذي عاش فيه. لكن انا عايز ارجع لنقطه الحقيقه مع الاستاذ سمير درويش، وهي فكره الاستخدام السياسي. يعني اذا كانت فكره الخلافه فكره جذابه في وجدان الكثيرين وبيروا ان الحديث عنها من المحرمات، وان اللي بيناقشها بينقض اصل من اصول الاسلام في وجهه نظرهم، لماذا عندما يتم الحديث عنها وتقديم تجربتها
بهذه الطريقة فإنها تستدعي أسوأ ما في التاريخ الإسلامي. نحن نتحدث المشاهد اللي احنا شايفينها للناس اللي أعلنوا الخلافة، قطع الرؤوس وسبي النساء وتهجير المسيحيين وغيرها من الأشياء التي تخاصم تماما حتى التراث اللي بنى عليه المسلمين أمجادهم في فترات ازدهارهم. خليني أقول لك ويجب أن نواجه أنفسنا بالحقيقة ولا نخجل من قول الحقيقة ما دامت حقيقة. خليني أقول لك إنه تاريخنا الإسلامي فيه مشاهد متكررة متطابقة مع هذه المشاهد التي نراها اليوم. يعني فكرة القتل الجماعي وفكرة سبي النساء وفكرة بس فكرة كانت بتنتمي لعصرها في كل الحضارات مش في الحضارة الإسلامية بس، وحضرتك تعلم حتى في حروب أوروبا كان نمط الحياة فكرة ربطها بالدين الإسلامي. هو ده الجديد. الفكرة إنه النهاردة إن أنا أبقى فاهم إن النموذج الديني الإسلامي إن أنا حينما أفتح بلد فأستحل نسائها وأقتل رجالها وكذا، الفكرة دي نفسها بيطبقها داعش النهارده حينما يعني تدخل مدينة من المدن تستحل النساء وتقتل الرجال وكذا وكذا. هل ظهور هذا التطبيق بكل عيوبه هيخلي بعض الناس تراجع أفكارها عن تصورها لشكل الدولة الإسلامية؟ هذا يحدث فعلا. يعني خليني أقول لك إنه فكرة التراجع عن الدين أو فكرة مراجعة الدين، حتى مش بنتكلم عن مراجعة الدين، احنا بنتكلم عن أفكار تصور البعض إنها جزء من الدين وليست هي الدين. يعني نظام حكم في الإسلام البعض تعامل مع الخلافة باعتبار إنها هو ده نظام الحكم في الإسلام، ومع إنها فكرة طول الوقت كانت بتناقش. كل هذه المسلمات حتى أيام المسلمين الأوائل، كل هذه المسلمات الأولى الآن تخضع للمناقشة عند قطاعات واسعة جدا. حضرتك لو تخشي على الوسائل الاجتماعية وتشوفي كمية المراجعات لهذه الأفكار وكمية المناقشات لهذه الأفكار، يعني هذه الأفكار التي كنا نسمع عنها أو كنا نقرأها كلام مكتوب أو كلام طائر في الهواء، الآن بتشاهديها على الهواء مباشرة، بتشوفيها صور، بتشوفيها أشكال فظيعة. يعني إذا كانت هذه الأشكال يعني ترتبط بدين ما أو ترتبط بشكل ما من الدين، يعني هذا يحتاج بالفعل إلى مراجعة. أنا لا أعتقد. شوف حضرتك، يعني فكرة استدعاء لحظة تاريخية البعض يضفي عليها قداسة لأنها ارتبطت باللحظة دي. طب ما ممكن حتى الأوروبيين يجيبوا لحضرتك أن ممارسات العصور الوسطى كانت تشمل ما هو أفظع مما نراه. هل ده هيبقى جزء من الدين المسيحي أو أنا كنت عايز أوصل لحضرتك أنه الفرق أنهم راجعوا أنفسهم. المشكلة النهاردة أن احنا لا نناقش الأفكار الموجودة أو المطروحة عن الدين الإسلامي أو الحكم في الإسلام بشكل جدي، خوفا من أن نكفر أو خوفا من أن يعني نوضع في مربعات مش كويسة أو كده. احنا لا نفعل ذلك مع أنفسنا، هم فعلوا ذلك مع أنفسهم، هم استطاعوا. يعني نحتاج إلى تنقية أفكارنا وتصوراتنا إلى مجموعة من الناس تراجع هذه الأفكار الموجودة. أنا في الحقيقة شايف إنه في جميع الأفكار مطروحة وضدها أيضا مطروح، جميع الأشكال المطروحة وضدها مطروح. التراث الإسلامي فيه كل شيء وفيه كل ضد. ده اللي خلى علي بن أبي طالب قال لا تحتكموا إلى القرآن فإنه حمال أوجه. هو حمال أوجه بالفعل. يعني كل مجموعة أو كل جماعة أو كل فئة بتاخد ما يناسبها ويعني وتتجاهل ما لا يناسبها. شوفي مثلا حضرتك حرب الخليج نموذج، واحتلال الكويت وتحرير الكويت والكلام. شوفي رجال الدين، هي فكرة تدين السياسة. شوفي رجال الدين قد ايه كانوا بيتنقلوا بين الفضائيات وبين الشاشات التلفزيونية وبين الندوات وكده عشان يتكلموا في الدين او في تحليل ذلك او تحريم ذلك، تحليل هذا الفعل وتحريم ذلك الفعل. الاستخدام السياسي هذا يستند الى القرآن وهذا يستند الى القرآن. يعني المواطن العربي العادي لابد ان يعرف ايهما قرآن وايهما لا. يعني احنا بنتكلم عن المواطن العربي العادي وبنتكلم عن الافكار المختلفه. دكتور علي، تصور الخلافه هو الامر المشترك او فكره الخلافه كفكره جذابه للتيارات الاسلاميه، امر يجمع زي ما ذكرنا في البدايه تقريبا كل التيارات الاسلاميه من اليمين لليسار. كل التيارات الاسلاميه. جميل. التطبيق الذي شاهدناه دلوقتي، يعني ده ناس قالوا ان احنا الخلافه، قطعوا الرؤوس، سابوا النساء، هجروا المسيحيين، وبيفرضوا تصورات قادمه من القرون الوسطى. هل هذا الامر تشترك فيه ايضا التيارات السياسيه المختلفه، ولا نقدر نقول ان في تصورات مختلفه
عن الخلافه وعن نظم الحكم في أي الاسلام؟ تيارات سياسية، يعني هل في تيارات نقدر نقول في إسلام. معتدلين مثلا بيتكلموا عن الخلافه يقولوا لا والله مش اللي بتعمله داعش ده اللي احنا بنتكلم عنه، احنا بنتكلم عن خلافه ثانيه؟ شوفي هقول لحضرتك، هي يعني هذا الذي نراه لو يعني فكرة الدولة الإسلامية تحديدا بدأت تخش للفكر الإسلامي في العصر الحديث مع أبو الأعلى المودودي تحديدا. أبو الأعلى المودودي كان بيتحرك في إطار دولة الإسلام النقية، الدولة التي لا وجود فيها للأغيار، لا وجود فيها إلا للمسلمين. فكرة النقاء مش فكرة الدولة التي تستوعب كل من يعني مواطنيها يعني فكرة طب ده يختلف عن تصور اسرائيل مثلا للدولة اليهودية؟ هي نفس الفكرة، هي نفس، علشان كده انت ممكن تكتشفي ان الايديولوجيا الدينية عندما تكون حاكمة لدولة فبتحولنا في النهاية الى نموذج اسرائيل. داعش هي اسرائيل معكوسة. فكرة يعني ان تكون هناك ايديولوجيا دينية، كل من ينتمون إلى هذه الدولة بيحاربون من أجل ماذا؟ من أجل تطهير هذه الدولة، إلا من عنصر واحد فقط هو العنصر الذي الرابط الذي يجمعهم. طب أنا عايزة أفهم دي من حضرتك، لأن يعني البعض يرى أننا لو بحثنا في تراث الحضارة الإسلامية على امتداد عهدها هنجد نماذج كثيرة للتعايش ولتلاقي الثقافات وللتلاقح، وان بالظبط كده ان الاسلام الاندلس، ان الخلافه في الاندلس لم تكن زي خلافه بغداد مثلا. اسلام الاندلس يعني الى حد كبير كان اسلاما مفتوحا، يعني كان اسلاما بلا ضفاف، علشان كده الاسماء اللي انتجها هذا الاسلام زي ابن رشد وابن عربي وحتى ابن حزم وغيرهم بتحسي انها اسماء على درجه عاليه جدا من الانفتاح. ولهذا السبب فتكتشفي انه الاوروبيين الان نموذج الاسلام المضيء بالنسبه لهم هو النموذج جميل. لماذا كل اللي بيخرج ينادي بفكره الخلافه بيبص لنموذج داعش، يعني بيدور على هذه الافكار، افكار قطع الرؤوس والدم المسفوك والنساء المسبيات وهذه الافكار، ولا ينظر لنموذج الاندلس مثلا؟ لانه الخطاب الاقصائي، خطاب الاقصاء هو للاسف اللي ساد واستقر بين المسلمين الآن. يعني ما هو مش لازم واحنا بنتكلم في السياسة وفي الممارسات السياسية ننسى الخطاب السياسي الذي يوجه هذه الممارسة السياسية. الخطاب السياسي للأسف خطاب الخطاب الثقافي خطاب قائم على الإقصاء والتسلط ضد الآخر ومحاولة إزاحة الآخر وإسكاته بشكل دائم، سواء كان هذا الإقصاء بيمارس بشكل ناعم أو يمارس أحيانا بشكل فظ وغليظ في صورة الدم الذي نراه مسفوكا الآن. لكن للأسف في ثقافة الإسلام الهيمنة تحققت لهذا الخطاب الإقصائي. الاعتبارات سياسية مش الاعتبارات دينية، الاعتبارات سياسية وليس الاعتبارات دينية. السياسة في الإسلام لعبت دور مركزي في توجيه الثقافة، ويعني في يعني دكتور حسن حنفي دايما كان بيتكلم على ان في انتخاب او اختيار حصل كده، في نوع من التبادل المنافع بين الدولة وبين بعض الفقهاء ان هم يختاروا الاتجاهات الاكثر تشددا في سبيل ان الدولة، ان فكرة الطاعة للحاكم والتأسيس لها واطلاق يده. ده طبعا هتلاقيه انه المذهب الرجاله اللي كانوا احيانا بيأسسوا الفقه كانوا بينحازوا لافكارهم هم وليست افكار الاسلام مثلا في العلاقه مع المراه. الاخطر من الفقه العقائد، ما جرى في العقائد، يعني ما جرى في العقائد تحديدا. يعني انا يعني اكتب كتابا الان بحاول اقرا فيه الاصول الفكريه او الاصول اللاهوتيه لأفكار واحد زي سيد قطب، باعتبار أن سيد قطب هو صاحب الإنجيل اللي بتستند إليه بتقرأ منه جماعات الإسلام، كل جماعات الإسلام السياسي العنيفة دلوقتي. وشايف أنه الأساس النظري اللي استند إليه هو الأساس أنا وإنتي والأستاذ سمير ممكن نتفق على أنه هو الأساس اللي بينظر إليه أنه الأساس المعتدل في الإسلام، والأساس الأشعري. يعني سيد قطب هو وريث الأشعرية، التصورات الحاكمة اللي أسس عليها كل خطابه في معالم في الطريق
التصورات الحاكمة لخطابه كلها تصورات خارجة من هذا التراث الذي ننظر إليه على أنه تراث الوسطية والاعتدال. الحقيقة أنا بدعو وحضرتك بتثير هذه الموضوعات، بدعو مشاهدينا أن هم يقرأوا بمزيد من التفصيل عن هذه الموضوعات، وادعوهم أن هم يقرأوا طبعا الثقافة الجديدة ليتعمقوا أكثر اللي يثير اهتمامه بعض هذه الموضوعات. لكن ما نريد أن نتوقف عنده في هذا اللقاء هي فكرة الدولة، إقامة دولة أم هدم دولة. يعني معظم النماذج اللي احنا شفناها كانت نماذج تفكيك لدول وليست بناء لدولة. فكرة الخلافة هي فكرة قائمة على الاتحاد بين أكبر عدد ممكن من الدول، في حين أن الإسلام السياسي ما دخل قرية إلا وأفسدها وأذل وجعل عدة أهلها أذلة. يعني النموذج في أفغانستان هو نموذج تفريقي، في الصومال نموذج تفريقي، في العراق نموذج تفريقي، وإقصاء للباقيين. إزاي بيتصور البعض أن ده نموذج ممكن تقوم عليه دولة موحدة؟ ما هي المشكلة، بس أنا عايز أقول إنه أشير لنقطة مهمة في الكلام اللي اتقال قبل كده، إنه الفكرة ما بقتش فكرة إقصاء الآخر غير المسلم. الفكرة بقى إقصاء المسلم اللي أنا مختلفة معاه. بقت الفكرة فكرة إقصاء المسلم نفسه اللي أنا مختلف معاه. النهارده حتى الخطابات المدنية يعني حتى الخطابات المدنية، وده بيؤكد انه الإقصاء جرثومة تسللت حتى للخطابات المدنية. دعك من الأقوال بس هو الدينية. الخطر في المسألة، لو سمحت لي يا دكتور، الخطر في المسألة انه ده يعني ليس مبنيا على الخطابات السياسية فقط. يعني هي المسألة ليست استغلالا سياسيا للدين كما يعتقد فقط. النهارده الخطاب الديني نفسه بيلعب دور مهم جدا فيما يحدث الآن. خلينا نواجه نفسنا. الخطاب الديني نفسه له دور مهم جدا وعامل مهم جدا فيما يحدث الآن. داعش تقوم على خطاب ديني، لا يجب أن ننكر ذلك. يعني داعش ليسوا مجموعة من الإرهابيين فقط، داعش مجموعة دينية تؤمن بمجموعة من المعتقدات الدينية الموجودة في الكتب القديمة، وتعمل على أساس فكرة تطهير المدن، فكرة قتل الرجال وسبي النساء، فكرة انك انت، لكنها افكار تجاوزتها حتى الثقافة الإسلامية. هم لم يتجاوزوها. الفكرة فين؟ الفكرة انه احنا تجاوزناها. احنا بنقول انه كل عصر له خطابه، انه كل عصر له معتقداته، انه الاسلام نفسه بيقول انه يعني المنصر الاسلام نفسه يجب ان يواجب العصر. يعود الى ايام المسيحية الاولى وفي دخل فيها الاسلام، لم يخرج منها المسيحيين. احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول ان عمر بن الخطاب الذي يعني استلم الحكم في الاسلام بعد عامين وبضعة شهور من وفاة الرسول، غير في بعض الأشياء لكي يناسب عصره. أوقف قطع يد السارق، وأوقف في دفع سهم المؤلفة قلوبهم، وقال إن احنا كنا ندفع للمؤلفة قلوبهم عشان احنا عايزين نألف قلوبهم، واحنا الآن مش محتاجينهم. فمن الجرأة بحيث إنه يتعامل مع الإسلام كروح. الفكرة الآن، شوفي حضرتك، يعني ما إن قامت ثورة 25 يناير إلا وخرجت هذه المجموعات من تحت الأرض، وبين نعرف إنه في سلفيين إيه وسلفيين إيه، والسلفيين جواهم 20 شكل، والإخوان المسلمين جواهم 20 شكل، ويطلع لنا داعش، ويطلع لنا ما اعرفش إيه، و500 تنظيم إسلامي منتشر في كل الوطن العربي، وكل مجموعة بتقول الخطاب على كيفها. والخطاب الديني، أنا قلت لحضرتك إنه الخطاب الديني السلفي متغير من مجموعة إلى مجموعة إلى مجموعة، ومختلف عن الصوفيين، ومختلف عن خطاب الجماعات الإخوان المسلمين، وطبعا مختلف عن داعش، ومختلف عن جبهة النصرة، ومختلف عن مش عارف 500 خطاب إسلامي. يعني وكلهم يستندون إلى خطاب إسلامي موجود بالفعل. يعني دعنا نعترف بذلك. إن لم يظهر لهذه الأمة مجموعة من الناس أو فرد أو جماعة أو إلى آخره يراجعوا هذه الأفكار ويقولوا هي المسألة إيه هي الأصول وإيه هي الفروع، إيه هي الأصول وإيه الفروع، وإيه اللي علينا أن نتفق فيه. يعني النهاردة من المستحيل إن احنا نبقى سنة 2014 ويبقى العالم كله قام اقتصاديا على مسألة تجميع الودائع الصغيرة في البنوك عشان نعمل مشروعات عملاقة عشان الدول تنهض، واحنا لحد النهاردة بنقعد نتناقش في مسألة انه هل فايدة البنوك حلال ولا حرام. ذلك عدنا الى اقتصاد قائم على الرق والسبي وبيع الرقيق. القصة كلها. أنا الحقيقة أنا آسفة جدا، أنا عارفة إن هذا نقاش استمر، يعني ما كنتش طموحة في بداية الحلقة إن أنا أتصور إن أنا ممكن أختزل نقاش استمر قرون في دقائق معدودة، لكن أنا الحقيقة حبيت أثير اهتمام
المشاهد بموضوع يراه الكثيرون أصل في الخلاف والاختلاف وأساس قامت عليه معظم أفكار الجماعات الإسلامية مرة تانية. بدعو حضراتكم لمطالعة هذا العدد من الثقافة الجديدة، وهي مجلة تصدرها هيئة قصور الثقافة للاستزادة حوالين الموضوع، وطبعا لكتابات مفكرين محترمين من بينهم ضيفنا الدكتور علي مبروك أستاذ الفلسفة الإسلامية حول هذا الموضوع. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا دكتور علي. شكرا جزيلا للشاعر سمير درويش رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة. شكرا. مشاهدينا استعدوا لشحنة كبيرة وطاقة أمل هنفتحها لحضراتكم بعد شوية. إذا كنت متضايق أو محبط أو تشعر أن الحياة لا تسير كما ينبغي، استمع لقصة حنة أو حنان كمال. انتظروني بعد الفاصل.